ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ بص انا النهارده جايه اتكلم على مستشفى عين شمس العام، او مستشفى الاردني على حسب ما بتسموها، او مستشفى اللي عند الكهرباء. مستشفى المفروض ان هي حكومه، والمفروض ان هي فيها ناس محترمه. هحكي لكم النهارده حصل معايا ايه. بصوا، في الاول خالص احنا النهارده 4/2/2025. تمام. امبارح يوم 3/2 انا رحت المستشفى. كانت بنتي رجليها صحيت من النوم ورمه، وانا ما عرفتش اعمل ايه، فما فيش حد فاتح دلوقتي. طب انا هطلع على المستشفى واعمل الاشاعه هناك. بالفعل دخلت قطعت تذكره. كانت الساعه 12 اصلا يعني. قطعت التذكره ودخلت على العظام، كشفت لها، قالوا لي لازم تعملي لها اشاعه ضروري. رحت قعدت من الساعه 12 للساعه 1:30. ناس قدامي بتعمل، وفي الاخر خالص قالوا الكهرباء قطعت في المكان. المهم هو النور، يعني النور كان موجود. طب يا جدعان، ما النور شغال اهو. لا، ده مولد. يجي حد تاني يقول لك لا، اصل كهربة الاوضه دي غير كهربة اي المستشفى. يجي حد تاني يقول لك ايه، اصل هم بلغونا ان الكهرباء هتقط، ان يفصلوا الجهاز. يجي حد تاني رابع يقول لك اصل كهربة الجهاز غير كهربة المستشفى. كل ده احنا عديناه. قعدنا لغاية الساعة بالظبط 3:30. الكهرباء لسه ما جاتش. بيقولك احنا بنعمل فيها. طب يا جدعان، رجعوا لنا التذكرة، ما احنا مش هنستنى اكيد لبكرة او لما الكهرباء تيجي. احنا عايزين نطمن على عيالنا. اطلعوا للمدير. طلعنا للمدير. المدير راح قال انزلوا خدوا التذاكر بتاعتكم ورجعوا الوصل. نزلنا ناخد التذاكر. قالك اللي مدي الدكتور التذاكر هو ياخدها، اللي كان مدي السكرتيرة مشت، فمش هياخد حاجة. رحنا من هنا لهنا، طلعت التذاكر كلها مع الدكتور. رحنا قعدنا نزلني، طب هاتي التذكرة، طب مش عارف ايه. رحنا على الشباك علشان نرجعها، ما حدش رضي يرجعها لنا. يعني احنا قايلين للمدير فوق، لا ما حدش بيرجع. طب المفروض نعمل ايه يعني؟ نسيب لكم فلوسنا طيب ولا نعمل ايه؟ مش فاهمة عليا بايه ان انا ادفع 20 جنيه توك توك رايح و20 جنيه توك توك جاي، واشاعة 80 جنيه، وكشف 10 جنيه. عليا بايه ان انا تاني يوم اخد برضه 40 جنيه تكاتك؟ عليا بايه؟ ما كنت عملتها جنبي. عليا بايه كل ده؟ المهم من هنا لهنا انا كنت تعبانه، وما رضيتش ان انا اعافر معاهم. رحت واخده بعضي دخلت للدكتور، قلت له وانا ينفع اجي بالليل اعملها؟ قال لي ما فيش مشكله. قلت له طب ينفع اجي بكره الصبح؟ قال لي ما فيش مشكله. قلت له طب تمام ماشي شكرا. ورحت ماشيه واخده بعضي وماشيه. صحينا النهارده الصبح على نفس الموضوع، البنت رجليها بتورم اكتر. رحت واخداها ورحت رايحة بيها المستشفى. كنت سايبة اختها التانية 6 سنين نايمة في البيت. رحت رايحة بيها. اول ما رحت على المركز الاشاعة قالوا لي انت هنا من امبارح. قلت لهم اه. طب اقعدي هنديكي رقم. قلت لهم لا، انا مش هينفع اقعد ادوني رقم. انا قاعدة امبارح لغاية الساعة 3:30، وكنت قاعدة وقلت لي الكهرباء قطعت، فانا ما ينفعش ان انا اقعد مع بتوع النهاردة. وبعدين سايبة بنتي التانية نايمة في البيت. المهم الناس كانت محترمة ودخلوني وعملتها وتمام، مفيش مشكلة. طلعت الاشاعة. المفروض ان انا ارجع تاني للدكتور. طلعت الاشاعه اهي. المفروض ان انا ارجع تاني للدكتور. رجعت للدكتور. دخلت على الاوضه. بدي الممرضه اللي هي بتسجل الاسامي دي في عياده العظام. انا صورتها وكنت هنزلها، بس انا مرضتش اعمل كده. بس يعني عايزه بس اقول لها حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. باذن الله يحصل لك اللي عملتيه معايا النهارده باذن الله. رحت العياده. قلت لها انا معايا اشاعه. طيب انت عاملاها امتى؟ دلوقتي. قلت لها اه لسه عاملاها، بس انا هنا من امبارح. انا مرضتش اضحك عليها. ايوه انت هنا من امبارح يعني، ولا من النهارده ولا ايه؟ فهميني. قلت لها انا هنا من امبارح. جه واحد راح داخل قدامي، راجل كبير جدا في السن، مرضتش ان انا اقطعه. داخل استفسر عن حاجه. المهم البنت اتعصبت عليه، وطريقتها كانت مستفزه، اللي منها لله حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. باذن الله يتردلك في الدنيا وفي الاخره باذن الله.
جه الراجل الكبير قعد يتريق عليه، في ايه احنا هنقول الكلام كل شويه؟ هو في ايه؟ هو بص، هي قاعده على قهوه، هي مش قاعده في مستشفى بتاكل وبتقبض من على قفا اهالينا احنا. هي مش قاعده في مستشفى، هي مش المفروض تحترم الكرسي اللي هي قاعده عليه ده؟ هو خساره فيها، اقسم بالله خساره فيها. المهم راحت قالت لي طيب خشي وقفي هنا، ولما الدكتور يخلص الحاله اللي معاه تبقي خشي. قلت لها تمام ماشي. فبكمل كلامي معاها وبقول لها انا ما ينفعش تقعديني لي يعني تديني رقم، انا هنا من امبارح وسايبه بنتي في البيت والبنت رجليها ورمه. هو انت بتتكلمي كتير ليه؟ طب هاتي خدي اكتبي لها رقم. قلت لها هو ايه ده؟ راحت قالت لي ما انا كنت ادخلك وانت اللي مش عاجبك. قلت لها وانت بتعاقبيني؟ هو ايه معلش اللي بيحصل طب والله العظيم ما انا خارجه. المهم جه الدكتور كان راجل محترم بصراحه. الدكتور بتاع النهارده، الدكاتره بتاعت امبارح ما كانوش كويسين. الدكاتره بتاعت امبارح اقسم بالله ما بصوا على رجل البنت. الدكاتره بتاعت امبارح اللي هو كان يوم الاثنين، النهارده يوم الثلاث، يوم 4/2/2025. الدكتور بتاع امبارح ما بصش على رجل البنت. مالها؟ بقول له رجلها ورمه وقعت، بطلعها له على السرير علشان يبص عليها. روحي طيب اعملي اشعه. هو ما بصش عليها. هو انا وديتها الصيدلي بص على رجليها وقعد يعمل لها كده ويضغط عليها. دكتور انت على اساس ايه؟ معلش يعني مش فاهمه. الدكاتره تحت السلم بيجيبوها لنا مستشفيات الحكومه على اسم ان هي دكاتره. انا مش فاهمه بصراحه ايه ده، انا مش فاهمه ايه ده. المهم من هنا لهنا البنت راحت قعدت تقول لي والله العظيم ما هدخلك. قلت لها والله العظيم هدخل. راح الدكتور راح قال لي بعد اذنك انا مش عارفه اشتغل، اخرجي علشان خاطر بتاع. قلت له هي كانت هتدخلني. فبيقول لي اطلعي للمدير. قلت له المدير ملوش اي 30 لازمه. مدير مستشفى الاردني ملوش اي 30 لازمه، علشان انت لو كان ليك لازمه كانوا احترموا كلامك ورجعوا لنا التذاكر امبارح. اقسم بالله ما فيك مالك اي 30 لازمه. راحت البنت طبعا ما فضلت ساكته، اللي هو عماله تبص لي بس من فوق لتحت. والله العظيم والله حرفيا هي قاعده على مصطبه في الشارع، حرفيا هي مش قاعده في مستشفى. يعني مش هي دي اللي يتسمى المفروض ملاك الرحمه، هي مش هي دي اصلا. المهم رحت بصل للدكتور، رحت قلت له خلاص ماشي. رحت بصل لبنتي قلت لها حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. هي ما عرفتش تتكلم معايا علشان هي عارفه ان هي غلطانه. هو يعني انت كنت هتدخليني وعلشان بقولك ان انا ما ينفعش اقف وبكمل كلامي معاكي تقولي لي طب خلاص مش هتخشي؟ هو يعني ايه؟ معلش بعد اذنكم يا جدعان، اي حد يعرف حد في مستشفى عين شمس العام او مستشفى الاردني او المستشفى اللي عند الكهرباء ايا كان بتسموها ايه، ابعتوا له الفيديو ده علشان انا عايزه الفيديو يوصل للبنت اللي حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. باذن الله يترد لها دنيا واخره باذن الله، وتفتكر الموقف اللي هي عملته معايا ويحصل معاها بالظبط باذن الله. باذن الله ربنا هيجيب لي حقي وانا واثقه. وعلى فكره انا مصوراكي ومش عايزه انزل صورتك، وانا كنت واقفه لك قدام الاوضه وصورتك ما عنديش اي مشكله ان انا انزل صورتك، انا ما عنديش اي مشكله. بس انا عايزه اوصلك انك داكلي عيش من على قفانا، فما ينفعش ان انت تكلميني ولا تكلمي اي حد جاي يكشف كده. ما ينفعش ان انت تعملي كده. لتاني مرة هقولك تاني، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي منك لله بإذن الله، ولا تربحي لا دنيا ولا آخرة، وبإذن الله ربنا هيجيب لي حق منك. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. مستشفى زي الخرا